احنا متعودين من ابناء المغرب على البطولات والانجازات والتاريخ. يا جماعة لما نلاقي مباراة بتتلعب، انت المباراة دي كانت بتتلعب بره ارض المغرب عشان بس كنا بنشوف الاعلام الجزائري كان دايما بيتكلم على ان المغرب ما بيعرفوش، ابناء المغرب ما بيعرفوش يلعبوا الا في الملاعب المغربية. دلوقتي الحمد لله ملناش ما لهمش حجة خالص، لعبنا بره ارضنا وخدنا انتزعنا البطولة باكتساح. عايز اقول لك ان مباراة المغرب ومدغشقر دي يا جماعة مباراة من مع انها مهمة ومباراة يعني صعبة جدا جدا ومباراة قمة، لكن عايز اقول لك ان هي ما كانتش اصعب من مباراة السنغال. خلينا نكون واضحين. لكن كل يهم المغاربة والشعب المغربي والشعب المصري لهم مننا كل تقدير واحترام. المغاربة واحنا فرحانين لفرح المغاربة يا جماعة. طبعا دي فرحة غير طبيعية، فرحة ما بتجيش كل يوم. المغاربة بسم الله ما شاء الله يا جماعة عملوا يعني فرحوا الشعب المغربي، فرحوا الشعب المصري، فرحوا الشعب الشعوب العربية كلها يا جماعة. طبعا الإعلام الجزائري بيبكي بالدمع بسبب طبعا النجاحات المغرب المتتالية. نجاحات المغرب اللي دايما في تقدم، دايما في ازدهار. دايما بتشوف المغاربة لما بيدخلوا أي بطولة بينافسوا على إن هم يبقوا الأفضل، إن هم يبقوا في النهائي. طبعا يا جماعة منتخب الجزائر لا حول لي ولا قوة، يعني ودع البطولة بدري بدري جدا يا جماعة. وطبعا الإعلام الجزائري ما كانش أصلا بيتكلم عليه. الإعلام الجزائري كان يعني مع إن منتخب بلده المفروض يطلع ويتكلم عليه، لكن هو بيتكلم في المكسب بس. لو المنتخب الجزائري كسب إحنا نطلع نتكلم كإعلام جزائري. طيب لو المنتخب الجزائري خسر عادي، مش هيجيب أخطاء على المنتخب الجزائري. لكن بقى لو المنتخب المغربي هو اللي خسر لا قدر الله، تلاقي الدنيا قايمة في الإعلام الجزائري. تلاقي الجزائريين، الإعلام الجزائري دايما بيقول لك نتمنى خسارة المنتخب المغربي، نتمنى يعني عدم فوز للمنتخب المغربي، نتمنى مش عارف. اهم حاجه يا جماعه يحطوا المنتخب المغربي في اي خساره، يحطوا المنتخب المغربي في اي مشاكل. معرفش ليه يا جماعه، مع ان المغاربه ما بيعملوش حاجه معاهم غلط، مع ان المغاربه ما شفناش منهم حاجه وحشه. على طول بنشوف المغاربه بيحبوا كل شعوب العرب. فطبعا يا جماعه لما تلاقي آه، 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 لما تلاقيهم شمتانين في في خسارة المنتخب المغربي، تعرف كده الناس دي مش سوية، الناس دي مش تمام، الناس ديت عندها نقص. طبعا انا بتكلم على بعض من الاعلام الجزائري. في ناس كتير فرحت لي المنتخب المغربي على فوزه وتألقه. طبعا يا جماعة كانت مباراة مدغشقر، انا بصراحة يعني تقريبا اول مرة اشوف المغرب كانت بتواجه مدغشقر يعني ناس كويسة، ناس اكتشفنا ان هي وصلت للنهائي. دي حاجة عظيمة جدا جدا، دي حاجة تحسب لهم ان هم كانوا في الفاينل، كانوا في النهائي. فدي حاجة عظيمة جدا بعد فوزهم طبعا على منتخب السودان اللي فاجئ الجميع يا جماعة، بعد فوز طبعا على منتخب الجزائر. ف بطولة ملخبطة، بس اللي عاجبني في هذه البطولة إن المغاربة موجودين في البطولة دي. إن المغاربة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر، إن المغاربة لما يكونوا موجودين في البطولة يا جماعة قسما بالله بيحلوا البطولة، بيجملوا البطولة، بيخلوا البطولة تبقى يعني لها شكل ولها طعم ولها لون. فمليار مبروك للمنتخب المغربي. انا واحد من الناس، واحد مصري عاشق للمملكه المغربيه، مبسوط جدا 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 بهذا الفوز والتالق. وان شاء الله نشوف التالق دايما دايما لابناء المغرب ان شاء الله يا جماعه. الفتره اللي جايه ان شاء الله هتبقى فتره قويه جدا لابناء المغرب ان شاء الله. ونشوف بقى افتتاح عالمي للمنتخب المغربي في ملعب مولاي عبد الله ان شاء الله يا جماعه. عايزك تصلي على النبي وتشاركوا القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.